جينا نجدد الدورة التانية بتاعة المنطقة. أنا طبعا خلينا نتكلم بصراحة، أنا كنت بخدم على نادي الزمالك كتير جدا في منطقة الجيزة جدا، وياما شلت بلاوي سودا وياما شلت تقرير حكام، واقول بصراحه يعني، وياما كنت اجيب الحكم عشان خاطري ما تشطبش الكابتن فلان، ما تشطبش في عملت اللي محدش عمله. بس بكلمك بصراحه يعني. يعني جاملت الزمالك طبعا كتير طبعا، باستثناء الموضوع بتاع جده، بموضوع الشيك لان جده كان من حق النادي الاهلي، فانا هنا اتقيت بقانون، وكان في لعبكه في القصه والنيابه دخلت انا وتزوير، عارف. طب كان انت في. ما عرفتش تعمل حاجه في موضوع جده؟ عرفت لا تساعدهم في موضوع مين؟ لا، مواضيع كتيرة، مش مواضيع مين، لا لا، كلعيبة، لا كلعيبة درجة أولى وبتاع، عليهم فوكس جامد ما اه. تقدرش. لكن لا، أنت ناسي إن إحنا كان بطولات الإشبال من البراعم 7 سنين لغاية سن ال20 سنة، مم. كان دي بطولات كلها المنطقة. أنت عندك في منطقة الجيزة 46 نادي، وفي وقت من الأوقات كانوا أكتر من 72، اللي كانت القاهرة واخدة معاها أكتوبر اكتوبر. قبل ما تنفصل. كله تنفذ صح. فياما تقارير حكام بالدين لعيبة وأسامي شنبات في نادي الزمالك، اللي عايز يتشطب واللي عايز يتعمل واللي بس في عايز. القطاعات مش كابتن الدرجه عبد الاولى. الرحيم الله يرحمه ويحسن اليه، كان مره واخد قرار شط ب6 شهور، خدت بالك، والحمد لله شلناه. بقول لك بصراحه، جبت الحكم عشان خاطري وبتاع بكده بكل الامانه كده. طبعا، فالمهم كان رد النادي حاجه تكسب بصراحه، قال لك احنا ما بنأيدش هاني زاده يجي دوره تانية. ايه ده اللي قالها الزمالك؟ لي اهو كابتن احمد مجاهد موجود السنه. ايه ده الزمالك؟ بعد كل ده يعني قلت الاهلي اللي اعترض ممدوح عليك. عباس بقى اعتبر